موقف تريزيجيه وزيزو وإمام عاشور. بالنسبة لتريزيجيه وموقفه من المشاركة ضد شبيبة القبائل، تريزيجيه بنسبة 70% هيشارك في مباراة شبيبة القبائل وهيشارك في التدريبات الجماعية بداية من بكرة للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة. إذن تريزيجيه هيشارك في مباراة شبيبة القبائل. بالنسبة لإمام عاشور، مصادر مؤكدة بتقول إن أول مشاركات إمام عاشور هتكون أمام شبيبة القبائل طبعا في دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة يوم السبت الساعة 6. يعني مشاركة إمام عاشور أصبحت رسمية بعد التعافي أو بعد تعافيه من الإصابة. كده إمام عاشور وتريزيجيه في قائمة الفريق بإذن الله. بالنسبة لزيزو والإصابة مع منتخب مصر، طبعا زيزو بنسبة 80% أو بنسبة 100%، بلاش 80%، هيشارك في مباراة شبيبة القبائل بعد تعافيه من الإصابة. كده زيزو وتريزيجيه بإذن الله في قائمة الأهلي بعد تعافيهم من الإصابة. برضو ما ننساش عودة أشرف داري وكريم فؤاد بعد تعافيهم من الإصابة. كده قوام الأهلي بإذن الله مكتمل، وإن شاء الله البطولة أهلوية. بس ده كان نهاية كلام يا معلم، ولو شايف إن أنا فدتك بمعلومات جديدة ما تنساش ترزع اللايك والاشتراك، واستناني في فيديو جديد. سلام.